الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المواجهة الخامسة من منافسات بطولة كأس العالم، حيث لأول مرة يلعب المنتخب الأرجنتيني مواجهة أمام منتخب عربي في بطولة كأس العالم طوال مشاركات الأرجنتين السابقة تاريخيا في هذه البطولة، وباعتباره أحد أكثر المنتخبات حضورا في هذا المونديال، واحد أكثر المنتخبات لعبا لهذه المباريات، واحد أكثر المنتخبات تأثيرا في البطولات الأكبر. لكن هذا هو أول لقاء رسمي يجمع المنتخب الأرجنتيني بمنتخب عربي في بطولة كأس العالم، إذ لم يسبق للأرجنتين أن واجهت أي منتخب عربي قبل ذلك تاريخيا في بطولة كأس العالم منذ أن بدأت في المباراة الأولى في عام 1930 وصولا إلى آخر. مدرب هيرفي رينار في مباراة اليوم الاعتماد على 9 لاعبين في أرضية الملعب من تشكيلة نادي الهلال، لاعب من الفتح ولاعب من نادي الشباب، بينما الأرجنتين بأسمائها الكاملة بحضورها الكبير. لعويس يصد في المرة الأولى، لا زالت مستمرة وقائمة. التصدي الأول وردة الفعل الأولى من صقر الأخضر لعويس لكرة ليونيل، ولكن بعد ذلك تحولت إلى خارج أرضية الملعب. برافو 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 محمد، تصدي مهم جدا في هذا نسبة للمدرب ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني في مواجهة المنتخب السعودي هنا في الظهور الأول لكلا المنتخبين على مستوى منافسات هذه البطولة، وفي الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني أمام منتخب عربي في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم. أول مواجهة للأرجنتين أمام المنتخبات العربية في كأس العالم، يبحث عن عهد الرؤوس داخل منطقة الجزاء، ولعويس لعويس 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 في المكان المناسب. ذكرت بأن التصدي في المباراة في احتمالية ركلة جزاء، في احتمالية أن تكون هنالك ركلة جزاء في هذه الكرة، ومن خلال هذه المحاولة طبيعي يعلن عن وجود ركلة جزاء. سلافكو معادل الرقم ماسكيرانو كأكثر اللاعبين ظهورا ليونيل. ومن يتحملها يسجل أول أهداف الأرجنتين في المونديال ويتقدم لمصلحة منتخب التانغو بأول الأهداف من علامة الجزاء، ويسجل الآن هنا الهدف رقم 7 بكل برود وبكل ثقة وبكل أعصاب إلى توضيح عن سبب احتساب ركلة الجزاء، لأن بالنسبة لي الأمر لم يبدو واضحا أبدا في قرار حكم المواجهة سلافكوفيتش. كرة بمحاولة ملعوبة في الجهة اليمنى طالت على عنخ دي ماريا، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب السعودي. انطلاقة من الجهة اليمنى الآن، مرور وتمريرة داخل منطقة الجزاء، عادت إلى صعود عرضية داخل المنطقة، لكن في إحضار حارس المرمى مارتينيز، في إحضار حارس المرمى مارتينيز. كرة من سعود عبد الحميد، لكن أيضا وإبعاد في التوقيت المناسب. برافو برافو الأخضر، لم ينهار لم يستسلم بعد الهدف الأول، بينما الآن يجلس يحاول يبحث عن تعديل أو تقليص الفارق أو التعديل عفوا. كرة بمحاولة رائعة موجودة، نعم التسلل على اللاعب اللي هو لوتارو مارتينيز، التسلل حاضرا على لوتارو مارتينيز. هذه الكرة وهذه التمريرة زالت مستمرة
قائمة، وصلت في الجهة اليسرى، تسديدة توتي لكن بعيدة عن المرمى، بعيدة عن المرمى. محاولة عن طريق بابو غوميز 34 سنة، هو من يتواجد في أرضية الميدان. دي ماريا أيضا هو الآخر ب 34 سنة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد، ثم بعد ذلك راية موجودة والتسلل حاضر بقرار من الحكم المساعد الأول في الكرة والمحاولة، وبالتالي ركلة حرة غير مباشرة. هذه اللقطة، هذه المحاولة، نعم قرار سليم. القياسي المسجل تاريخيا بعدد المباريات الدولية من دون أي خسارة. الأرجنتين في مبارياتها الأخيرة بعد نهاية التصفيات لعبت 5 مباريات. كرة محاولة أمامية. ليش رجع العويس؟ لا الراية موجودة والتسلل حاضر، وبالتالي هدف يلغى للأرجنتيني ميسي. نعم كرة بمحاولة ملعوبة أمامية، عادت في اللقطة والكرة الماضية، لازالت مستمرة والقائمة وبعدت في التوقيت المناسب. التدخل مرة أخرى يأتي والكرة تعود لمصلحة المنتخب الأرجنتيني. الثاني ويصل مرة أخرى إلى المرمى ويعلن عن ثاني الأهداف في لحظة قلت بأن ميسي موجود، إلا إذا يجب أن تتكرر كثيرا، لكن التمريرة ما كان في ميسي. التمريرة من مين؟ من خلال أوفسايد. واحد بس، ما في غيره. يلعبها في الجهة اليسرى الآن. كرة لمحاولة أمامية ملعوبة الآن، أيضا راية وتسلل. هذا السادس تسلل في شوط المباراة الأول. الأمر يمشي إلى ميسي، يلعبها أمامية من جديد. يا الله، راية وتسلل. مدرسة اليوم الأخضر اللي يبغي يفتح مدرسة في كيفية نصب التسلل يشاهد مباراة. يا سلام مطالب الجمهور في المدرج، مطالب بالهتاف والصراخ والتشجيع، وبالتالي تحفيز اللاعبين. كرة إلى ليونيل ميسي وبعدت من أمامه، مثالية جدا من سعود عبد الحميد، خلصها إلى خارج أرضية الميدان. وصلت بعد ذلك الكرة والمين في منافسات بطولة كأس العالم، بينما يعزز ميسي مكانته هدافا تاريخيا للأرجنتين في كل البطولات والمنافسات. كرة محاولة خطيرة جدا لكن إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة تأتي والكرة بعد ذلك تصل إلى خارج أرضية الميدان في رقصته الأخيرة في المونديال. العويس محمد، يا سلام في التوقيت المناسب. محمد العويس، نعم صافرة نهاية شوط المباراة الأول يطلقها حكم مباراة سلافكو. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثاني. إلى أن يحين الموعد تقبلوا تحياتي بالصوت والصورة إلى الزميل خالد جاسم وضيوفي في المجلس. خالد تفضل. شكرا للزميل خالد جاسم، شكرا لضيوفك الكرام في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، مرحبا بكم وعودة مجددة تجمعني وإياكم إلى كنو ونواف العابد، وفي المقدمة سالم الدوسري، وفراس البريكام وصالح الشهري. ظهور جيد في الشوط الأول. نعم هنالك 3 أهداف ملغية. كرة بمحاولة صالح جول. فوق هام السحب يخضر التعديل بأبناء المملكة وبثقة رجال المملكة وبعزيمة جبل الطويق هامة والسعودي هامة، والأخضر يعدل، الأخضر يسجل، وبأقدام فراس يأتي التعادل الآن. هي
وصلت، اضرب يا رجل، اضرب يا رجل، هو صالح 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 هنا من خلال شوط المباراة الثاني. ويأتي التعادل الآن، يأتي التعادل بأقدام صالح الشهم، بأقدام صالح الشهم. ذكرت ايضا في شوط المباراة الأول عرضية من سعود، وصلت الآن نواف لا 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 لا، في شيء جاي من نواف، 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 في شيء جاي من نواف. جنون 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 الأخضر، جنون الأخضر، كبرياء الأخضر، حضور الأخضر، كبرياء أبناء السعودية، جنون أبناء المملكة. وأي جنون هذا، أي جنون هذا، أي حضور هذا، أي تقدم هذا، وأي صدمة تلك التي تعاني منها يا أرجنتيني، أي صدمة تلك التي تعاني منها. محاولة تغيير الواقع الموجود في أرضية الملعب، يبدأ محاولة تغيير الواقع الموجود في أرضية الملعب. كرة فيها محاولة، برافو 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 يا حسان، برافو يا حسان، برافو يا حسان، برافو يا تنبكتي، برافو يا تنبكتي. هنا في التوقيت المناسب يتدخل، عادت مرة أخرى، وصلت إلى ميسي، إلى رودريغو دي بول، عرضية من دي بول داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة. لا 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 لا، الله عليك يا محمد، الله عليك بالارجنتيني، والحضور والسطوة والجمال والحلم هنا من خلال هذا اللقاء. اخضرا سعوديا، هذا الاخضر متألقا، نراه حلما بعين في هذا اللقاء. هنا بكرة بمحاولة الآن ملعوبة خطيرة جدا، لكن راية موجودة، وتسلل تسلل 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 تسلل، راية موجودة والتسلل موجود. واللقطة بعد ذلك هنا يأتي من خلالها قرار ارجع بعد نهاية اللقاء. لا ردكم الله خايبين، لا ردكم الله خايبين، وبحول الله تعودون بمسيرات من الفرح والانتصار والسرور. الله يا عويس، الله يا عويس، الله يا عويس، الله يا عويس، برافو يا عويس، قواك الله يا عويس، قواك الله يا محمد. في اللقطة الماضية تصدي وخروج في توقيت مميز جدا، حضور في مكان رائع جدا اليوم هذا في هذا اللقاء. والله بأنكم 11 رجل وتسوون العشرات. كرة بمحاولة وانطلاقة في الجهة اليمنى، عرضية إلى خارج أرضية الملعب، بعد ذلك عن طريق اللاعب سعود عبد الحميد خلص، وصلت إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى محمد العويس. والأمور بعد ذلك في الدقائق. هنا التبديل، هنا التبديل الذي يأتي للمنتخب السعودي. محاولة أرجنتينية، دي ماريا دي ماريا دي ماريا عادت من جديد، وصلت بعد ذلك، وحكم المباراة يعلن عن وجود خطأ، يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب الأرجنتيني، يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب. موجودة في الملعب، العين في أرضية الميدان على لاعبين الأخضر، وفي المدرج على جمهور الأخضر، وفي المدرج على جمهور الأخضر. الانتصار الذي لو ما تحقق فسيكون الانتصار الرابع للمنتخب السعودي. والكرة ما بين أقدام لاعبين التانجو، والمحاولة بتغيير الاتجاه اللعب، وصلت إلى دي ماريا، عرضية داخل منطقة الجزاء، رأسية. الله يا العويس، الله 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 يا العويس، والله على التصدي والوقوف في المقادر على أن يفعل شيء بمباراة اليوم. خذوها مني، خذوها مني بحول الله، هي 2-1، هي 2-1. هكذا أراها في أرضية الملعب، هكذا أراها في أرضية الملعب. الكرة بمحاولة ملعوبة، لكن تغطية ويبعد، تغطية ويبعد. زالت مستمرة وقائمة. محاولة ملعوبة الآن في الجهة اليسرى، البحث عن التقدم والمرور. جوميز داخل منطقة الجزاء، ملعوبة الكرة، التغطية والإبعاد. تخلصت 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 تخلصت. راية موجودة وتسلل، راية موجودة وتسلل.
راية موجودة وتسل انذار على محمد العويس، بطاقة صفراء على محمد العويس. المنتخب الارجنتيني على اخضر يستحق نقاط المباراة الثلاث، على اخضر يستحق الانتصار في مباراة اليوم. كرة بمحاولة امامية، عويس 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 عويس، عود يا عويس، ارجع يا محمد. لا زالت مستمرة وقائمة، لا زالت في منطقة الجزاء. خلصوها خلصوها. الله 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 في التوقيت المناسب. كرة أبعدت. سلامات 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 ياسر الشهراني في مارتينيز، إيميليانو مارتينيز، سلافكو. صفر 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 صفر. سارعي للمجد والعلياء، رددي مجدي بخالق السماء، سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاض.